ثم كذبت عائشة نفسها في أواخر أيامها الكثير من الأحاديث والوقائع التي ذكرتها قبل ذلك. ومن جملة الأحاديث الصحيحة قولها: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين يوم القيامة. وهذا الحديث ذكر في المستدرك للحاكم النيسابوري الجزء الثالث صفحة 137، وكنز العمال الجزء الثالث صفحة 157، ومجمع زوائد الهيثمي الجزء التاسع صفحة 121، وحلية الأولياء الجزء الأول صفحة 63 و64، وتاريخ بغداد الجزء الحادي عشر صفحة 112، والإصابة لابن حجر العسقلاني الجزء الرابع صفحة 170 و171. طبعا سبب ذكرها لهذا الحديث والأحاديث إن شاء الله يعني أمثالها، مثل قوله: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي: يا علي، علي قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. يعني ذكرت هذا الحديث وهي يعني هي كانت من ضمن الناكثين التي وقفت ضد علي عليه السلام يوم الجمل. أما سبب ذكرها للحديث الأول: علي سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، لأنه معاوية أقدم على قتل أخويها، الأول عبد الرحمن وهو أخوها من أمها وأبيها، وذكرناه بالأحاديث السابقة أنه تم دس السم إليه برواية، ورواية أخرى بأنه تم دفنه حيا بمدينة حمص. أما الرواية الثانية، أما أخوها الثاني فقضيته معروفة: محمد بن أبي بكر في مصر، حيث أرسل معاوية بن أبي سفيان قائد جيشه معاوية بن خديج، حيث قتل محمد بن أبي بكر، وبعد قتله وضعه في جوف حمار وأحرقه عليه. ونالت عائشة أيضا من مسطح ابن أثاثة لمواقفه وأمه المناصرة لأهل البيت عليهم السلام والمعارضة لحكم أبي بكر، فجعلته من أهل الإفك، إذ ردت مسطح رشوة أبي بكر لها بعد قضية السقيفة، وعارضت اغتصاب السلطة، وقالت: قد كان بعدك أنباء وهيمنة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، فاختل قومك فاشهدهم ولا تغبوا. في حين إنها مدحت يعني عائشة أسيد بن خضير الأنصاري، أحد المنافقين الفارين في بدر وأحد، كما ذكر المحتزلي في شرح النهج الجزء الرابع عشر صفحة 186، وأيضا سيرة ابن حبان الجزء الأول صفحة 182. هذا المناصر القوي لأهل السقيفة، فكان أبو بكر لا يقدم أحد من الأنصار عليه، كما ذكر أبو الفداء بتاريخه الجزء الأول صفحة 164، وصاحب العقد الفريد بن عبد ربه الجزء الرابع صفحة 259، وأنساب الأشراف للبلاذري الجزء الأول صفحة 586، وتاريخ الطبري الجزء الثالث صفحة 198. أيضا مدحت عائشة أسامة بن زيد لتخلفه عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام في خلافته، وهذا أيضا ذكره الطبري بالجزء الثالث صفحة 454، والكامل بالتاريخ الجزء الثالث صفحة 191. ومدحت عائشة جاريتها بريرة العاصية التي لم تقبل شفاعة رسول الله في زوجها مغيث، إذ فارقت مغيثا وهو يبكي عليها، وهذا ذكره أيضا صاحب أزد الغابة الجزء الخامس صفحة 405 ترجمة بريرة. واخترعت عائشة قضية الإفك لصالحها لطمس قضية الإفك الصحيحة والنازلة في ماريا أم إبراهيم. لماذا؟ لأنها من أهل الإفك المتهمين ماريا بالمنكر، فطهر الله ماريا وكذب عصبة الإفك. نكمل إن شاء الله بالجزء 25. إذا كرشك هيك
أو هيك أنت مش ناصح، أنت جهازك الهضمي تعبان، خصوصي إذا عندك نفخة بالبطن أو حبوب بجسمك وتعبان كل الوقت حتى لو نمت 8 ساعات. جرب الدايجستيف انزيمز مثل هيدا بيساعدك تهضم الأكل ويخفف النفخة بعد كل وجبة، وزيد عليه بروبايوتكس قوي يلي بينظم البكتيريا المفيدة بمعدتك. جارتي كانت أوقات نفوت على الحمام وهلأ صارت مرتاحة كل الوقت، يعني ممكن يكون كله من المعدة مش من الدايت. وإذا عايزين برودكت معين للعلاج وضايعين، ما إلكن إلا دكتور ياسمين، لينك بالبايو.